بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على السلامة ومرحبا بكم. رجعنا باش نحكيو على الجمعية الغالية الترجي الرياضي التونسي، وما نجموش ما نعملوش فيديو قبل المباراة التاريخية. الحقيقة حاجة عالمية، حاجة باهية برشا، افيش كبيرة. الترجي الرياضي التونسي تشيلسي الانجليزي في مباراة رسمية، مش في مباراة ودية، يعني في اطار نسخة عالمية من كأس العالم للأندية. قاعدين نشوفوا في المباريات، قاعدين نشوفوا في الفوليوم جو، قاعدين نشوفوا ساعات في المفاجآت. الحقيقة أوفت بوعودها حتى اللحظة هذه. النسخة هذه اللعبة باش تكون مع عملاق الكرة الإنجليزية، واحد من عمالقة اللعبة تشيلسي الإنجليزي، معاه غول إفريقيا الترجي الرياضي التونسي، اللي لحد اللحظة هذه وبعد نهاية الجولة الثانية هو الفريق العربي الوحيد من جملة الفرق العربية المشاركة اللي انتصر في كأس العالم للأندية، وهو ثاني فريق افريقي ينتصر بعد سان داونز. الزوج الاخرين الاهلي والوداد ما انتصروش. مباراة الحقيقة افيش كبيرة، يكفي انك انت تحس روحك ديجا عندك فرصة مع تشيلسي انك فهمتني تربحها وتتعدى. ميسالش نجمو نحلموا، الحلم جايز، ماهوش ديما واحد يلقى روحه في السيتوياسيون هذيا. خلي يعيش الماتش هو والفازة فازتها. علاش واحد يحرم روحه معناها من الحلم؟ عادي، الحلم الطموح مشروع. قبل كل شيء نحب ننوه على حكاية الصوت مرة أخرى ونقول لكم اللي بحول الله نورمالمون الإشكالية تفضلت يعطيه الصحة أخونا ياسين اللي هو معناها متابع للشان. هو بار إنه متابع، هو صديقي شخصيا معناها باش ياخذلنا ميكرو من برا وباش يبعثه لنا. صحيح نورمالمون ما عادش ثبت الحكاية، دونك يعطيه الصحة ديجا ياسين يرحم الله والديه. ونورمالمون الاشكاليه ذي باش تتحل، باش يكون ميكرو باهي برشا، باش ينحي الكو وينحي الحكايات الكل والحس الزايد الكل. نتعديو ديريكت نحكيو على تشيلسي وعلى الترجي. مباراة باش تكون ما ساعتين متاع الصباح، الليله الفاصله ما بين الثلاث والاربعه، الله غالب. اوقات الترجي كل جات بالتوقيت هذاك، معناها هي بالنسبه لامريكا تجي 8 متاع الليل ولا 7 متاع الليل يمكن التوقيت هذاك، ولكن في تونس يجينا نحن وجوه الصباح في الفجاري. مباراة باش تجمع الترجي بتشيلسي، مباراة كبيرة. الحقيقة نحب نحكي شوية على التنظيم. حسينا فما سوء تنظيم هكايا من ياسر بعاد على بعضهم المباريات. ناخذوا كام تاع الترجي هي وجماهيرها تعذبوا باللي فول والمشي والجاي وبعاد على بعضهم البلايص. ما فهمتش علاش انا ما حطوهمش العباد تلعب فرد بلاصه، معليش تقعد هكايا حتى الجماهير صار فيها. فما عباد كيما حكينا معناها في امريكا بيدا وصلت ما مشيتش للمباراه معناها الثانيه وما شجعتش الترجي نظرا لسوء الاحوال الجويه وانقطاع الطيارات في المطارات، انقطاع الرحلات، يعني برشا مشاكل من الناحيه التنظيميه. ما فهمتش علاش هذايا صار الشيء. على كل حال نتعداو للحاجه الثانيه واستعداد الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي الحقيقه قاعد يستعد بالطريقه المثلى. جولات الكل معناها على ذمه المدرب ماهر الكنزاري، بما عدا اكثر لاعب الله غالب اللي هو مؤثر في الفريق اللي هو يوسف البليلي. ولكن خلينا نقولوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما نعرفش علاش انا نتذكر ديما سيناريو نتاع الديربي ومباراة الديربي وتونس كاملة تحارب على فاست البليلي وبلاتوات وراديوات، وفي الاخر تعاقب البليلي، وعلى اساس نحن البليلي هو الكرتوشه الوحيده. يا اخي الترجي ولعب ورا وجه كبير برشا من غير يوسف البليلي وكانه تحرر في الماتش هذاك. مانيش باش نقول معناها باش تصير نفس الحكايه نحن امنيتنا، ولكن ما نعرفوش معناها على الكره شنو باش تعطي. ونعرفوا اليوسف البليلي باش ما نقولش حتى اكثر لاعب، يعني هو لا هو ذاك هو اكثر لاعب وهو اكثر عنصر في الترجي الرياضي التونسي اللي تنجم تعمل مفاجاه واللي عنده شويه حرفيه وكل شيء. ولكن الله غالب رب ضرة نافعة ولعل فيها خير. خلينا نقول يوسف البليلي تحصل على الانذار الثاني في المباراة الثانية، دونك ماهوش باش يلعب في البارتية الثالثة. نتصور انه ماهر الكنزاري باش يعاود يعمل على سي بشير كما يقولوا فيها صح، سي بشير. والقدام في الاكس باش يكون معاه كل من توغاي ومعه ياسين مريح. على اليمين نتصور باش يعاود بن علي، قاعد قدم اداء كومين مرجو منه معناها. وعلى اليسار بن حميده اللي كور على الاخر ما نجموش نقولوا فيه حتى شيء. في وسط الميدان اللي ما فيهوش كلام هو اوكبيلو. بقى خليل القنيشي ما نعرفوش ينجم يلعب هو كما ينجم يلعب كوناتي ويلعب جبالي يعاود يعمل عليه، خاطر جبالي ما عاودش خذا فرصه في المباراه الثانيه. الاكثر مع غياب يوسف البليلي الاكثريه نجم يكون ينصاص على الجهه اليسار
موكوينا على الجهه اليمين، وهو باقي مكبش في رودريغيز ميهر الكنزاري. انا ديما خويا نحب نلعب الجبري، ما نعرفش علاش حاسس الجبري ما خداش فرصته، علاش ليه يكور من الاول. صحيح باش تقول لي كونتر تشيلسي، صحيح باش تقول لي يعني جماعيه كبيره، ودي سيبني من تشيلسي. تو نعرفوا اللي تشيلسي فروقات كبيره وخير من الترجي برشا، وما نتقارنوش على مستوى كره القدم، ولكن خلينا نحكيو من ناحيتنا نحن. الماتش هذا بتاع برشا قلب، بتاع جرينتا، بتاع كره وحجر، قال الراجل راهو باش تلعب فيه كل شيء. الترجي هذه تونسي راهو ما تعرفش عليها، معناها لازم يهبط يبدا مقابلته بشويه بشويه، وكل ما الوقت يقدم كل ما الضغط، هو الضغط ديجا مسلط على تشيلسي، خاطر تشيلسي سونسي فريق اوروبي جاي باش يربح ديجا زوزه طرح له لانين، وراهو متعدي على روحه، والماتش هذا عباره ماتش قالا تحصيل حاصل مع الترجي هذه تونسي. يلقى روحه مع لوس انجلوس يربح 2-0 وتصير عليه 3 محاولات نتاع اهداف، معناها لوس انجلوس سما لعبت مع تشيلسي قدام اللي لعبته معنا نحن. ومع فلامينغو اللي ترجي خسرت معاه 2-0 وعملت معاه فرصه، فهمتني، كانت نجم حتى تكون 1-1 في الشوط الثاني يتبدل كل شيء. تشيلسي ماركت له 1 ومن بعد قلبت عليه فلامينغو ب3-1، يعني فما ضغط كبير زاد مسلط على تشيلسي. ناهيك زاد الظروف طبيعيه وحاله الطقس، يعني وسائل الاعلاميه الامريكيه الكل بارتاجيت انه باش تكون سخانه رهيبه نهار المباراه هذيك، باش تخلط حتى ل 40 درجه، وحتى الصحف البريطانيه كتبت على الموضوع ويحذروا من تشيلسي، مش مستانسين هما بالسخانه هذيك. ولكن نحن عمك وديع يلعب فينا بطبيعه في القويل في رمضان، ما ساعتين تاع القايله، دونك مستانسين بالظروف الكل، معنا حتى اشكال نكوروا حتى في 50 سخانه عادي ولا باس بالطبيعه نفدلك. ولكن عندنا في حكايه السخانه ذي وكذا عندنا نصور شويه اسبقيه، خاطر هما اوروب مستانسين بالثلوجات، مستانسين بالطقس معتدل فبارد نسبيا، معناه ماشي للبرود اكثر منه بالسخانه. نحن في افريقيا مستانسين اكثر بالسخانه، حتى الديبلاسمونات اللي نمشيو لهم سان داونز تلعبك ديما ماضي ساعه وما ساعتين تاع القايله في غربول القايله، يعني عندنا اسبقيه نوعا ما في حكايه الطقس هذه والحكايه هذوما. ولكن هذا ما يعني حتى شيء. حاجه مفرحه اخرى اني يحكيوا توا الباجيت الكل، والله اعلم ما زلت ما سمعت حتى مع معناه مصدر رسمي، ولكن اغلب الباجيت تحكي انه معناه حتى باجيت كبار نحكيو نسمع نحكيو فوت 24، يعني باجيت فيها قاعده جماهيريه عباد تتبع، قال لك انه نسبه الحضور متوقعه باش تكون في ال 12000 متفرج، راهو 12000 بالرسمي راهو باش تشوف عالم عرض اخر، معناه عرض اخر وموضوع اخر جمله. علاش ليه ما نعرفش انا، نجم يصير سيناريو في المباراه راهو نقدموا بالنتيجه نتاع 0-0 القدام. الفايده دفاعنا لازم يقف مليح، ولازم خاصة نحاولوا نستغلوا أربعة واشتر الفرص. علاش؟ جيجا نفسر لك حاجة، نحن لوس أنجلوس ربحناه 1-0 وكانت تنجم تعادل معنا في آخر دقيقة لولا ألطاف اللي هو تألق البشير بن سعيد. الترجي قداش مضيع بونتو البليني الاولاني هذاك اللي تيتا مضيع كورة على البار رودريغيز هذوما 2، مضيع كورة القنيشي على البار هذوما 3، مضيع كورة القنيشي يحسبها هي بيدها التريبيله نتاع، خاطر كانت نجم كي تريب البليلي كان ينجم يفوت لوريس ويماركاها هو كي ما عملش هذاك رجع مدى القنيشي، دونك هذيك اوكازيون واحده اللي باش نحسبها، هذوما 3 ما حسبتش البوتوران. ويان ساس عنده زوز كور، يانساس عنده زوز كور نتاع اهداف، واحده من لونجل منه والاخرى شقهم الكل وشاطها في السماء هذيك وهو في وسط الديزويت، معناها يحطها في اي بوينت تمارك. 5 كور في لوس انجلوس ابار الهدف اللي انت ماركيتو يوسف بالي، 5 كور اخرين محقين للتهديف، زوز على البار و3 ما فيهمش كلام، معناها تيتاتات. هذوما انت كان ماركيت منهم زوز راك توا تشيلسي هي المطالبه تربحك، على خاطر نحن وتشيلسي متساويين، ولكن تشيلسي خير منا في الجول افيراج، يعني التعادل يخدم مصلحه تشيلسي. يعني شكون مطالب الربح في المباراه هذيا؟ مطالب الترجي. دونك اللي صار مع لوس انجلوس مع تشيلسي ما نتصورش باش يعاود يصير لك نفس الحجم، يعني حتى كي بيجيك فرصه كان كثرت على ما وصلوا بزوز باش يجيوك، معناها مستحيل نتصور مستحيل باش يجيك 6 فرص مع تشيلسي. فبناء عليه اذا كان انت مش بيجيك برشا فرص راهو لازم كل فرصه بدمها بالاخر، كل فرصه بدمها، ما لازمش هذيا معناها تضييع الفرص، وما لازمش اهدار الفرص بالطريقه اللي شفناها ضد لوس انجلوس. على كل حال الحلم مشروع، الترجي ديجا انا نشوف اللي هي شيختنا فرحتنا، اداء محترم ماهوش خايب مع فلامينغو، وخاصه بعد ما رينا فلامينغو مع تشيلسي وشفنا الفرق البرازيليه اللي توا اللي خسرت في المسابقه هذه النتائج اللي تعمل فيها بوتافوغو مع البي اس جي.
بالميراس مع الاهلي، فلامينغو مع الترجي ومع تشيلسي. معناها الحقيقه الفرق البرازيليه تقدم في اداء كبير، وشفنا كره اخرى والعباد ولات مغرومه، ولات العباد تحب باش تتبع يعني الانديه البرازيليه، باش تتبع الشامبيونات نتاع البرازيل. قال لك بروشينمون تولي اقتنعت، تقول عادي قدمت مردود مقبول نظرا للفوارق البعيده في الميزانيه في الاسامي، فيها تقريبا اشترى جمعيه البرازيل وتاع معاه مردود هكاكا ماهوش خايب. من بعد زيد تاكد قدم مردود ممتاز وتربح لوس انجلوس على بلا في صحيح هي ما عندهاش تاريخ واللي تحب انت، ولكن جمعيه تكور في ميدانها، جمعيه تكور من غير ضغوطات، جايه اول مره تلعب في الكومبيتيسيون، عندها اسامي كبار، عندها يعني عباد ماخذه كوب دي موند كيما لوريس كيما جيرو القدام، عندها شو اسمه بوينغا ذاك ولا بوينغا صالحولي اللي هو معناها نتاع منتخب الجابون، راهو معناها مستانس يعمل فيها حكايات كبيره، غير نحن معناها ما مشيتش معانا الامور بالحق. معناها برشا عباد على اساس ليه وقال لك حكايه فارغه، يا ودي مش حكايه فارغه يا ودي، انا كنت خايف منه على الاخر الماتش هذاك، والحمد لله يا ربي مشيت الامور امريكا ونورونا الولاد وربحنا واخذينا ال6 مليارات بتاعنا. توا تركيزنا الكل على مباراة تشيلسي. وعلاش ليه؟ الكرة راهي 90 دقيقة، الكرة راهي مدورة، نحلموا يا خويا، وحتى كان لا قدر الله ما ربحناش ما يسالش يا خويا، نقدموا اداء مشرف، ما نكونوش خايفين، مربوطين، نلعبوا كورتنا، نلعبوا الدفاع نتاعنا، خاطر ما نتصورش كان انت باش تمتلك الكرة على تشيلسي ولا انت اللي باش تقعد تهاجم في تشيلسي، ولكن كلمة السر نحاولوا نستغلوا انصاف الفرص من الاخر. هذيك هذا هو الفيديو نتاع اليوم. باش نحاول يا ربي ان شاء الله نجم نمنجوا ونهبطوا توا قبل ما نخرج ان شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو، نستنى كالعاده تفاعلاتكم. الله غالب كالعاده اليوتيوب ماهوش قاعد يظهر فيا برشا، ان شاء الله الحكايه ذي تتحل مع كثره تهبيطي انا للفيديوهات، ترجع كيف العاده الريتش يرجع معناها ضارب واموره بريقله. اذا كان عجبك الفيديو هذا نتاعنا حط لنا جيم كومنتارك، حاول تبارتاجيه اذا كان عجبته، نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.